في الدين ديالنا وتيحثنا على القرايه، فما بالك خديت البكالوريا وكنت باغا نقرا الصحافه، ولكن الوقت اللي دفعت انايا البكالوريا ديالي كان الكونكور صافي حبسوه لان عطلوا علينا الاخذ ديال البكالوريا. فدرت الفن بنصيحه من بابا، دوزت الكونكور ديال زادك وتقبلت فيه وتما بدات المسيره ديالي. القرايه مهمه بيان سور، لا في الدين ديالنا وتيحثنا على القرايه، فما بالك هادشي اللي كنعيشوه في حياتنا اليومي كيتطلب انك تكون انسان قاري. القرايه ما كاينه شي حاجه بلا قرايه. لا، ميتي ديال الفنان هو اصعب ميتي، يعني صراحه كتخدم فيه باحاسيسك وبقلبك بروحك، معرض لبزاف ديال الحوايج، معرض للانتقادات، معرض للضغط النفسي، لضغط العمل. فبالنسبه لي انا شخصيا هو ميتي ماشي سهل، خصوصا ملي كتدخل ليه وانت كتحبه. التمثيل كيبغي الصبر، دونك الانسان اللي ما صبرش ما غاديش يكمل فيه. الشهرة ما سهلاش، الشهرة صعيبة، الفن حب الناس كيعطيك الشهرة، ولكن مع الشهرة خصك تكون انسان قوي، كيف تنقولوا حنا ما تزعزعكش الشهرة، لانها بزاف كدير بزاف ديال الاختلالات الواحد الى تيقها بزاف. حليمة، هما كان عندي بزاف ديال الادوار دخلتهم وانا متحمسه ليهم وانا حباهم، ولكن الدور ديال الشيخه حليمه هو كان اصعب دور، لان مراحل التصوير فيه كانت صعيبه عليا بزاف، ومريت فيه بزاف ديال الضغوطات شخصيه، مرض، سبيطار، تاع بزاف ديال الحوايج. فكان بالنسبه لي انا حليمه هو اصعب دور شخصت. العلاقة ما بين الممثل والمخرج بالنسبة لي أنا خاصها تكون علاقة ديال أخذ ورد. يعني بعض المرات المخرج كيكون غافل على بزاف د الحوايج اللي ممكن أن الممثل يشوفهم، واخا أن المخرج كيكون وراء الكاميرا، ولكن الممثل هو اللي كيكون كيأدي الشخصية، هو اللي كيكون حاسة. كيكونوا دي بروبوزيسيون المخرج، كاين المخرجين كيتقبلوها تيقول لك وي فكرة غفلت عليا، أو لا كيقتنع بها تيقول لك وي غنديروا هذه دي ديتاي في الشخصيه. وكاين المخرج اللي كيكون راسو قاصح حتى تبروبوزي عليه المره الاولى، المره الثانيه كتحس به بانه كيبغي يكون هو المسيطر في البلاطو ديالو. فاكيد انك انت كتسوخر شويه اللور وكتعطيه داكشي اللي بغا، وكتفكر انك عمرك ما غتعاود معاه التجربه. العلاقة ما بين الإنتاج والممثل هي علاقة كتكون شنو نقولوا، كتكون قريبة بزاف، لأن لا برودكسيون هي اللي حاطة هاد كيفاش نقولوا هنا هاد الإنتاج هذا، هي اللي كتسير هاد الإنتاج هذا. فأكيد أنها دائما في علاقة يومية ومتقاربة مع الفنان في احتياجاته، في ظروف التصوير، في التنقل ديالو، في شركة الإنتاج هي أهم حاجة، لأن هي اللي كتشد لا ستابيليتي ديال البلاطو، هي اللي كتخلي العمل غادي مزيان. على ربي تولي بحال الأجور العالمية تتحسن شوية، لأنه بزاف د الناس كتعاني. يمشيو يقراو، ها العرض الله اللي باغي يولي ممثل يمشي يقرا، يكون نفسه، يكون تيتفرج بزاف ويكون تيقرا بزاف. كاين المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ممكن انك تمشي ليه من بعد البكالوريا، لانه دخلتي هذا الدومين وانت قاري وواعي ومثقف غتسهل على راسك بزاف ديال الحوايج.